عيلة كنزي ستارز عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هوريكم ازاي نعمل عجينة الطعمية في البيت. بس طبعا قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك الجميل، وكمان اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان اول ما انزل فيديو جديد يوصلكوا على طول. ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة هنحتاجها عشان نعمل عجينة الطعمية هي الفول المدشوش. انا هنا عندي ربع كيلو من الفول المدشوش. بعد كده هننقع الفول ده في مية طول اليوم. وده الفول المدشوش بعد ما خلاص نقعناه لمدة يوم كامل وصفيناه من المية. بعد كده هنجيب 3 بصلات وحزمة بقدونس، وكمان هنجيب توابل حسب الرغبة. انا هنا عندي معلقة ملح كبيرة، طبعا الملح ده حاجة اساسية، وكمان عندي معلقة صغيرة كمون، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، وربع معلقة صغيرة شطة. دلوقتي بقى هنحط التوابل على الفول وهنقلبهم مع بعض كويس. بعد كده بقى هنضيف باقي المكونات. هنا عندنا البصل، ال3 بصلات قطعتهم بالشكل ده حطهم على الفول، وكمان عندي البقدونس. انا هنا خرطت البقدونس وهضيفهم كمان للبصل والفول. طبعا بعد ما حطينا المكونات دي كلها مع بعض هقلبهم وارجع لكم مرة تانية. كده خلاص انا قلبت المكونات كلها مع بعضها، وهروح اشوف كبة عشان اطحنهم فيها. طبعا الكبة ما قضتش انها تاخد الكمية دي كلها، فهنقسمهم على مرتين. هفرم الحبة دول دلوقتي، ولما اخلص هبقى افرم الكمية الباقية. احنا بنفضل نفرمها في الكبة لغاية لما تاخد الشكل ده، او يعني تاخد القوام ده، تبقى عجينة كده طرية وناعمة معانا. اول لما بنلاقيها خلاص خدت القوام ده، كده معناها ان احنا خلاص المفروض نطلعها من الكبة. لو لقيناها لسه ما خدتش القوام ده وما بقتش عجينة، بنضطر ان احنا نفرمها اكتر من مرة. هنا هطلع العجينة دي من الكبة، احطها في الطبق هنا، وهكمل بقى باقي الكمية اللي موجودة معانا هفرمها برضو في الكبة، ولما اخلص هرجع لكم. ودلوقتي هنضيف بيضة للعجينة وهنقلب. بعد كده هنضيف معلقة بيكنج صودا وهنقلب. طبعا لو انتوا بتحبوا الطعمية بالسمسم فممكن تضيفوا سمسم للطعمية على الوش. انا هنا جبت كيس السمسم جنبي عشان بعد ما اعمل الطعمية احط على الوش سمسم، وبعد كده احط الطعمية في الزيت. طبعا اول حاجة انا بحط زيت في حلة غويطة، وبحط السمسم طبعا على وش الطعمية زي ما انتوا شايفين، وبحط الطعمية في الزيت وبسيبها في الزيت فترة لغاية لما تاخد اللون البني الجميل بتاعها، تبقى مقرمشة وحلوة. وبعد كده خلاص اعرف ان هي استوت، فبقوم مطلعاها من الزيت. عشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو، اخلص الكمية دي كلها، وبعد ما اخلصها بقى تستوي في الزيت وكده هبقى اوريكم الشكل النهائي ليها بعد ما اطلعها من الزيت. بصوا كده خلاص الطعمية بتاعتي استوت. هبدأ اطلعها من الزيت، واكون مجهزة طبق يكون فيه منديل علشان يمتص الزيت اللي في الطعمية، عشان زي ما انتوا عارفين الزيوت دي مش كويسة، فلازم نصفيها من الزيت كويس. وده كده خلاص شكل الطعمية بتاعتي بعد ما طلعتها وصفيتها على منديل. اسيبها شوية تنزل الزيت بتاعها، وبعد كده احطها في طبق شكله شيك شوية. زي ما انتوا شايفين انا هنا نقلت الطعمية لطبق شكله احلى، وكمان شلت المناديل، وهنقدمها بالشكل ده وبالهنا والشفا. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. طبعا ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتكتبوا لي تحت في كومنت حابين اعمل لكم اكلات ايه تاني، ولو حابين اعمل لكم فيديوهات عن حاجه معينه اكتبوا لي تحت في كومنت. انا بقرا كل الكومنتات الجميله اللي انتوا بتكتبوها. وطبعا ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان تنضموا لعيله كنزي ستارز وعيلتنا تكبر اكتر واكتر. وكمان تقدروا تتابعونا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، الانستجرام والتيك توك. هتلاقوا كل اللينكات تحت في صندوق الوصف. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي، وبحبكم بعدد نجوم السماء. مع السلامه.